بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صحة رمضانكم غالياتي، إن شاء الله يا ربي تصوموه كامل بالصحة والهنا، وإن شاء الله يا ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والصيام يا ربي، وكل عام يلحق عليكم متهنين يا ربي. كيما راكم تشوفوا غالياتي الفيديو تاع نهار اليوم بزاف راهم يستناو فيه هذاك البوكي اللي بزاف طلبوه مني. يا أم ساجدة حطي لنا هذا البوكي، والله وكانت الصدفة أنه تجيني عليه كوموند كيما راكم تشوفوا، يعني مخلطة فيها البوكي تاع الريشة، فيها تاع الوردة، وفيها هذاك البوكي اللي طلبتوه مني بزاف. الفيديو تاع نهار اليوم صورت لكم هذا البوكي اللي راكم تشوفوا فيه بالتفصيل مع جميع الأسرار، كيفاش تحصلت على اللون وشو هما الألوان اللي رايحين نديكراديو بها، مع تركيب العقاش اللي فيه حوايج بزاف معقدة. هذاك العقاش دوك تشوفوني كيفاش نركبو كيفاش شريتو. يعني الفيديو تاع اليوم راهو بالتفصيل حبيباتي، ما تراطيوش وما تسرعوش المقاطع هكذا باش تفهموا كلش. هيا نقول لكم ما تنسونيش بالجيم وخليوا لي تعليق هكذا باش يبان لي الفيديو في محرك البحث. وهنا قبل ما نبداو في صنع البوكي تاعنا، حبيت نشارك معكم هذه الهديه اللي كانت لحقتني من عند حبيبتي الغاليه ام سيدرا، اللي نشكرها بزاف بزاف على الهديه. والله فرحت بها بزاف بزاف، اغلى هديه من عند اغلى اخت. هنايا خدمتها عند هذا الطفله اللي هذا هو الانستغرام تاعها. شوفوا البنات هذه الهديه هاكم كما راكم تشوفوا، هذا الطاره ولا القرقيف ولا كل ولايه كيفاش يسميوها، ودير عليها الطرز كما راكم تشوفوا. بزاف تحتاجوها هذا الخدمه للناس اللي يديروا المعارض، اللي عندهم قنوات. ماهيش تخدم غير الخدمه هذه، راهي دير الطريزه على الدراوات، على المخاد، على الطابليات، على بزاف حوايج خدمتها البنات بين فيني. حبيت نشجعها، يعني نشجع اصحاب المشاريع هذه الصغيره. والله غير خدمتها روعه ما شاء الله، خدمه تاعها فيني. دوك نحط لكم اللي حبت تكوموندي من عندها اي حاجه، زيدوا دخلوا الانستغرام تاعها اللي كنت صورته لكم، ودوك نحط لكم ثاني رقم. راهي عندها توصيل 58 ولايه، دخلوا الانستغرام تاعها دوك تشوفوا خدمتها كامل. ونشكر ام سيدرا على الهديه، نقول لك شكرا شكرا بزاف حبيبتي، كانت اغلى هديه بالنسبه لي. وهنا راح نبداو في طريقة صنع البوكي تاعنا والحوايج اللي نحتاجوهم. أول حاجة نحتاجوها في هذا البوكي اللي هي العقاش. أنا شريته كيما كومونديتو الزبونة كيما راكم تشوفوا. هذا العقاش راهي فيه تعقيدات كبيرة، حبيت اليوم نمد لكم هذا التعقيدات اللي راهي في العقاش. ركزوا معايا مليح. شوفوا العقاش حبيباتي، راكم تشريو كل حاجة وحدها، ما راكمش تشريو هذيك الوردة مجمولة، تشريو هذيك اللي قاعدة كيما الدمعة تشريوها مجمولة. لا لا، راكم تشريو كل حاجة وحدها، وهذا سر من الأسرار اللي عم يخدموا بهم في الورشات. هنا كيفاش راح تتحصلي على هذا الوردة؟ أول حاجة الوردة تشريها كيما هكذا راهي دير 2000 فرنك، تشريها فارغة. شوفوا النص تاعها راهو فارغ ما فيه والو. تشريو هذه الحبات تاع الكاستيل، يعني سميوهم الكاستيل، انا شريتهم شفافين راهم فيهم الالوان كامل. هذا الدمعه ثاني اللي راهي راكبه ثاني في البوكي، تشريوها كيما هكا، تشريو البياسه تاعها كيما هكذا فرغانه، وتشريو لها هذيك الدمعه اللي راكم تشوفوا فيها ثاني فيها الالوان كامل، وتلصقوهم مع بعضهم. مفهوم؟ وهنا هذا العقاش هذا اللي جاي في الدوري ثاني يتشرى وحده. شوفوا هنا الدمعه هذه تتشرى وحدها، العقاشه هذه. وإلا كان عندها اسم ما على باليش، يعني ماناش خياطات باش نعرفوا الاسم، انا برك عطيتكم الاسرار اللي راهم يمشيو بهم في الورشات. يعني هنايا راهي تتشرى كل بياسه وحدها، وانتيا اللي تلصقيهم وبالالوان اللي راكي حابه انتيا. انا هنا شريت هذو الالوان تاع الكاستيلا مش تاع الورده، وهذيك البياسه هذيك الصغيره راهم يتباعوا في الدوري. اما هذاك العقاش تشوفوا فيه يتباع بالالوان. اول حاجه نجيب السلك نيميرو 4 كيما راكم تشوفوا، نيميرو 4 نحط فيه الحبة تاع الكاستيل كيما هكذا شفافة. تحبوا ديروا هذا اللون انتوما احرار. نجيب الوردة تاعي تلقاو فيها ثقبة هكذا من الداخل، نحط هذاك السلك تاعي ونجبد كيما راكم تشوفوا الحبة تاع الكاستيل. نحل السلك تاعي ونروليه على ريشة من هذيك الوردة هكذا باش تجي لاصقة مليح. كلش راه واضح، ونبقى ندور فيها حتى يلصق هذاك السلك كامل، يعني تبقى الوردة لازقة في السلك نتحصل على هذا الوردة. فوالا هنا راهو كلش مفهوم. نزيد معكم حبة واحدة أخرى، قلنا نهزوا السلك رقم 4 نحطوا فيه الحبة تاع الكاستيل هذه الشفافة، نهزوا الوردة كيما هكذا راهي تتباع وحدها ب2000 فرنك، نحطوها داخل هذيك الدائرة اللي جاية لداخل كيما هكذا.
نحكموا يعني وحدة تاع سلك وندوروها على هذيك الريشة وندورو كيما هكذا. حاجة سهلة وبسيطة حبيبتي، ما فيهاش تعقيدات. بصح هي كنت تكون وحدة ما تعرفهاش تجيها معقدة، يعني تبلها بلي تروح تشريها كيما هكا. نجيو لهذه الدمعة اللي ثاني راهي لاصقة في البوكي وبزاف راهي حيرت لهم كيفاش لاصقة. نحكموا السلك وديما رقم 4. رقم 4 هو اللي نديروه في العقاش باش ما يبانش، هو يجي رقيق بزاف. نلوي عليها الحبة كيما هكذا. نجيب هذيك البياسة اللي تتباع ثاني وحدها، والله ما على بالي شحال شريتهم مع بعضهم، شفيت غير على هذيك الوردة برك، بصح ماهيش غالية بزاف يعني، تكون واحد 15 هكذاك ولا. نجيبها كيما هكذا وندخل الدمعة تاعي لداخل. شوفوا هنا ما كنتش حاطه يدي هكذا في النص وحطيت روحي راني نصور، معليش. دوك نزيد لكم واحده اخرى هكذا باش تفهموني اكثر. شوفوا نحكم السلك كيما هكذا، نقطعوه شويه طويل باش من بعد كي نديروه مع الديكور ما يجيناش قاصف. نهز الحبه تاعي، هذه الحبات راهم فيهم الالوان كامل. انا هنا خيرت واش كوموندات من عندي الزبونه. نلوي عليها السلك كيما هكذا على هذيك الحبه. نجيب هذه البياسه اللي كيما هكذا وندخلها، هي ثاني فيها في الداخل فيها دائرة، تدخلي هذاك السلك وتجبديه غير من تحت، يعني فيها شوية تحيلة هكذا، بصح حاجة سهلة وبسيطة. وندور كيما هكذا. هذو الحوايج بزاف تسقسيوني منين يشيروهم من عند اللي يبيعوا لوازم الخياطة. تحصلت على هذا العقاشة. نوليو دوكا للخدمة تاعنا. أول حاجة نبداوها بالعجينة. هنا العجينة كيفاش تحصلت على هذا اللون. هذا اللون أنا كانت كومونداته من عندي الزبونة وراهو يقارب للون اللي بعثته لي، يعني راهو كيفو. شوفوا هنا عندي العجينة البيضاء، نهز شوية من العجينة المارو كيما راكم تشوفوا، ندخل عليها نقطة صغيرة برك. أنا هنا كانت عندي العجينة في المارو دخلت عليها نقطة. انتوما اللي تحبوا ديروا ملونات الجل انتوما أحرار، تصلح لكم بالملون الجل. الناس اللي عندهم ملونات غبرة تقدروا ديروهم في شوية، تحلوهم في شوية تاع ماء زهر وديروا بالكيردون وتلونوا وتشوفوا هكذا. يعني عطيتكم جميع الحلول باش تصلح معكم. هنا كما شفتوني درت لها شوية تاع زبدة أوبلين، دهنت بها يدي وبديت نخدم فيها هكذا باش تجيني طرية وتمد لي الطوع. كما راكم تشوفوا انا العجينه راني صنعتها في الدار. بالنسبه للاخوات اللي يشريوا العجينه من برا زيدوا لها كميه من التيلوز هكذا باش تنشف معاكم. والاخوات اللي قالوا لي حطي لنا العجينه، ان شاء الله في الفيديوهات اللي راهي جايه نحط لكم العجينه وان شاء الله نحطها لكم بالتفصيل. دوكا البنات رايحين نخدموا هذه الورده. اول حاجه اللي نفوتوا فيها في هذه الورده نخدموا لها القلب تاعها اللي يجي لداخل. هنا كيما شفتوني ندير دائره كيما هكذا من العجينه. هنا بعد ما كنت خلطت اللون تاع العجينه تحصلت على اللون في البيج. وهنا درجات تاع اللون انتم اللي تتحكموا فيها، كاينه اللي تحبوا فونسي، كاينه اللي تحبوا في الكلير، انتم اللي تتحكموا في اللون. شوفوا هنا ندير دائره صغيره ماهيش كبيره بزاف كيما هكذا. نجيب هذا السلك اللي خاص بالورد، ماهوش نيميرو 4، نيميرو 4 راهو خاص بالعقاش، هذا راهو خاص بالورد. نجيبو كيما هكذا وندور عليه هذيك الحبة ونحطهم كيما هكذا ينشفوا. هنا بعد ما يكونوا نشفوا خلاص راح نجي ندير لهم هذه العفسة اللي نغلفوا هذيك الحبة اللي راح تجينا في القلب. فوالا نهزوها كيما هكذا نطليوها بشوي غراء غذائي ونغطسوها في هذا الخليط. انا درت شوفوا درت هنايا السكر كريستاليزي السكر العادي ودرت له شويه تاع ملمع. دوك نعت لكم النوعيه تاع الملمع. البنات اللي رايحين يخدموا كونتيتي كبيره هذه هي النوعيه. البنات اللي رايحين يخدموا كونتيتي كبيره ويخافوا من السكر اللي يذوب كيعود مع الغراء الغذائي تقدروا ديروا الدقيق عادي وديروا له شويه تاع ملون صفر وديروا له هذاك الملمع اللي نعت لكم تتحصلوا على نفس النتيجه. شوفوا هنا نحلوا العجينه تاعنا بهذه الطريقه، ما ديروهاش رقيقه خلاص شفافه راح تعبكم كمبتدئات، وما ديروهاش خشينه خلاص راح تفسد لكم الشكل تاع الورده. ديروها تقارب شويه للرقيقه، راكم فهمتوني. فوالا نجيب هذا الطابع هذا الطابع انا شريته مع الكتاب اللي بزاف نهار الاول قلت لكم شريوا هذا الطابع. بالنسبه للناس اللي يخدموا الكاطو وكلش يخدموا الديكور راكم هذا الطابع تحتاجوه بقوه وتحتاجوا كامل هذوك الطوابع اللي راهم في الكتاب. يعني تقريبا البنات اللي يشراو الكتاب كامل والله تلقاوه كيما الحسنه في الدار. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الكتاب اللي يجيو مع هذو الطوابع
تقدروا تشريوهم راهم ثاني يتباعوا سيري كيما هكذا في المحلات كيما راكم تشوفوها منهم في الابيض، يعني تجي من الكبير حتى للصغير. كيما شفتوني طبعتهم، نهز لونتيبول تاعي كيما هكذا ونحل بهذه الطريقه، نحل ونعاود نرجع شغل نوقف هذوك الريشات هكذا بهذه الطريقة. نزيد معكم الثانية لأنه في الوردة تاعنا نحتاجو زوج. كما قلت لكم نحلوها بهذه الطريقة، يعني نحلوها كيما هكذا ونعاودو نرجعوها باش يجيونا هذوك الريشات واقفين. نجيب شوية من الغراء الغذائي ونحط هكذا في الوسط، بعد ما يكونوا نشفوا هذا الدخلاني تاعنا كيما هكذا نحط الوردة تاعنا ونزيد فوقها اختها. هنا بين الشقة والشقة نخالف بالوردة اللي راح تجينا ثانية هكذا بهذه الطريقة، نقلبها هكذا. هنا ضروري انكم تقلبوها. نحكم بصبعي كيما هكذا ونسكر عليها في السلك ونولي ندير بهذه العفسة اللي راكم تشوفوا فيها، يعني ندير يدي كيما هكذا ونحاول ندخلهم هكذا في بعضها بهذه الطريقة، يعني تخدموها. فهمتوني؟ يعني كلش راه واضح. مام كي تحطوها تنشف حطوها تنشف مقلبة، يعني ما توقفوهاش هكذا وتخليوها تنشف، حطوها تنشف بهذه الطريقة. عوجوا السلك كيما هكذا وحطوها تنشف. نوليو دوكا للريشات اللي يجيونا في الوردة تاعنا. نحلو العجينه ثاني عادي كيما راكم تشوفوا. انا ديجا راني درت كونتيتي وحطيتها تنشف. قلت لكم شوفوا هذه الخدمه لازم تخليوها تنشف على الاقل ليله كامله. نجيب هذا الطابع راني نعدته لكم، شوفوا كيفاش مداير. نجيب هنايا السلك وندخله لداخل. هنا اللي تعود مبتدئه تحط السلك تاعها في شويه تاع غراء غذائي وتدخله داخل الريشه. نحل هذيك الريشه بصباعي شويه، نجيب لونتيبول كيما هكذا ونحل بهذه الطريقه. ما نعقبها، لا يعني ما نعقبهاش في لومبرانت ولا نخليها بهذه الطريقه، يعني كيما راهي وكيما نعدتوها لي هكذا بهذه الطريقه. ونحطهم ينشفوا. قلت لكم الورد ولا الريش ولا لازم ضروري نخليوه ينشف على الاقل ليله كامله. دوك راح نجيب لطريقه الداست بعد ما نشفوا. عندي هنايا هذا الداست البني، نجيب منه غير شويه كيما هكذا ونخلط معاه شويه تاع نشا. هنا ضروري لازم نشا على خاطر راح نحتاجو لون كلير خلاص، يعني ما نحتاجوش هذاك اللون الفونسي ولا فهمتوا. ما تديروهش وحده، ديروا شويه من الداست البني وزيدوا معاه شويه تاع نشا. تبقاو تزيدوا في النشا حتى يتغير هذاك اللون، يولي رايح في الكلير. شوفوا الالوان، شوفوا اللي منا شويه فونسي، هذا اللي منا بقيت نزيد له في النشا حتى تحصلت على هذا اللون. نجيب بانسو بهذه الطريقه ونبقى نديكرادي هكذا على الحواشي. لحد الان كلش راهو سهل وبسيط. ان شاء الله يا ربي ما نكون نسيت والو في الشرح. هكذا نديكراديهم بهذه الطريقه ونحطيهم بجهه. دوكا نوليو للورده تاعنا. شوفوا هنايا الورد ثاني بعد ما يكون نشف. جامي البنات تخدموا الورد تاعكم وهو طري، راح يتعبكم وتولي الوردة تلعب ومن بعد تملوا من الخدمة وتقولوا ما صلحتش معانا. ما عنده ما قلقكم الورد حتى ينشف باش ديروا له هذاك الريبون، باش ديروا له داست، يعني ماشي تخدموا عليه هو سواء الورد ولا الريش، تخدموا هو طري يبقى يلعب معاكم. هنا بعد ما كانوا نشفوا الغدوة من ذاك نديروا لهم الريبون كيما هكذا كيما راكم تشوفوا للوردة ولا الريشات ونلصقوهم كامل باش نتحصلوا على البوكي تاعي. شوفوا هنايا كيفاش نلصقوا هذو العقاشات هكذا نلموهم مع بعضهم ونديروهم هما وراء الوردة ونلصقوا بهذاك الريبون، ومن بعد باش نلصقوا هذوك الريشات اللي راكم تشوفوا فيهم بعد ما نكونوا غلفنا السلك تاعنا. شوفوا هنا نكملهم كامل بهذه الطريقة ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. وهنا حبيباتي هذا هو الشكل النهائي تاع لي بوكي تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى يا ربي يعجبكم. شوفوا البنات في الحقيقه خرج يسخف اي ساعه الكاميرا ما تمدش حق الحاجه، بصح كنت تشوفوهم في الحقيقه خرجوا يهبلوا. ان شاء الله يا ربي يكونوا عجبوكم. نستنى رايكم في التعليقات. اللي نسات الجيم نقول لك ما تنسيهاش عبسي على هذيك الجيم هكذا باش يبان لي الفيديو، ونقول لكم بارطاجيو لي الفيديو مع الاهل والاصدقاء، بارطاجيو في الجروبات هكذا باش تعم الفائده وتكبر القناه. وبزاف بنات بالك راهم يسقسيو على هذه الطريقه ولا يسقسيو على هذا البوكي يستفادوا. واش نقول لكم حبيباتي، لحقنا نهايه الفيديو. نقول لكم صحه فطوركم وانتظروني في جديد اللي راهي جاي، ومع السلامه.